أبطال سنة تانية ثانوي حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ودايما فرحانين ومبسوطين بكل حياتكم يا رب، أمين اللهم أمين. النهاردة يا جماعة هنشتغل مع بعض الدرس الرابع اللي بيتكلم على مصر بين العصر الأيوبي بتاع صلاح الدين الأيوبي وبين عصر المماليك. الدرس طويل خالص، فاحنا هنعمل إيه؟ هناخد الجزء الأولاني من الدرس هنتكلم فيه عن الدولة الأيوبية، والجزء التاني من الدرس هنتكلم فيه عن دولة المماليك عشان مش كله يخش في بعضه وعلى اقل من مهلنا. وبمجرد ما اخلص يا صديقي وانزل لك فيديو درس المماليك يبقى انا كده يا صاحبي خلصت لك الايه، خلصت لك نص منهج التاريخ. فكل اللي عليك ان انت تقعد تذاكر يا صاحبي. تعالى كده سمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم ويلا نبتدي مع بعض درس الدولة الأيوبية. طبعا درس الدولة الأيوبية والمماليك، الدولتين دول يا جماعة اللي اتعملوا في مصر، والدول دي من أهم عصور الإسلام، مش في مصر بس يا جماعة، ده على مستوى العالم الإسلامي كلهم، لأن دولة الأيوبيين أو الدولة الأيوبية هي اللي تصدت للحروب الصليبية، وجت دولة المماليك بعدها تصدوا للخطر المغولي وكملوا تصفية الوجود الصليبي. فالدولتين دول هم اللي حموا جيوش هم اللي حموا العالم الإسلامي بجيوشهم من إن هم زي ما بيقولوا يتم القضاء على العالم الإسلامي أو يتم تدهور العالم الإسلامي، لأن الصليبيين والمغول كانوا جايين يدمروا العالم الإسلامي. تعالى كده نتكلم على الحروب الصليبية وتسمع مني أنا قصة الحروب الصليبية. يمكن أطلع معاك شوية بره المنهج بس عشان أفهمك الدنيا. الصليبيين يا جماعة هم مجموعة من الناس جايين من قارة أوروبا. جايين من قارة أوروبا ليه اتسموا بالصليبيين؟ عشان هم لما جم من أوروبا يا جماعة خلوا الأعلام بتاعتهم، الدروع بتاعتهم، اللبس بتاعهم عليه علامة الصليب. هم جايين بحجة، اسمع بقى الكلمة اللي أنا بقولها دي، جايين بحجة إن هم يحرروا بيت المقدس من قبضة المسلمين، جايين ياخدوا الأراضي المسيحية المقدسة في فلسطين من إيد المسلمين. وتعالى برضو أقول لك على حاجة يمكن أنا اللي أشرحها لك، ما فيش حد غيري يشرحها لك يا جماعة. فلسطين هي البلد اللي اتولد فيها السيد المسيح، أو القدس هي اللي البلد فيها اللي اتولد السيد المسيح، وفيها يا جماعة أماكن مقدسة أثرية عاش فيها السيد المسيح، زي المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح اسمه كنيسة المهد. في كنيسة هناك تبع المسيحيين اسمها كنيسة القيامة. في قرى ومدن صغيرة عاش فيها السيد المسيح فترة من عمره. فالأماكن دي مين مسيطر عليها أو مين يتولى حكمها؟ المسلمين. المشكلة يا جماعة إن الفترة اللي جم الصليبيين فيها من قارة أوروبا، طبعا أنا بفهمك بقى واسمع مني، كان العالم الإسلامي مشتت ما بين الدولة العباسية اللي عايشين في بغداد، وخد بالك دول سنة، والدولة الفاطمية اللي عايشين فين؟ في مصر، ودول شيعة. وفي دولة إسلامية مستقلة عاملة نفسها دولة إسلامية اسمها الدولة الحمدانية في بلاد الشام، وفي دولة تانية في بلاد الشام ما بين الشام وما بين إيران اسمها الدولة السلجوقية. فالعالم الإسلامي منقسم إلى دول إسلامية كتير، كل واحد فيهم شايف إن هو الشرعي، كل واحد فيهم شايف إن هو الحاكم. فللأسف العالم الإسلامي لم يكن هناك جيش موحد، ما كانش فيه جيش موحد يا جماعة للمسلمين كلهم، والمسلمين في حالة من الضعف، والأوروبيين هم كمان ضعفة، بس هم بدأوا يقووا نفسهم ويوحدوا نفسهم عشان يجوا يغزوا العالم الإسلامي. طب هيجوا يغزوا العالم الإسلامي، الحجة البرانية، الحجة اللي من بره، ان هم جايين ياخدوا الأراضي المقدسة من إيد المسلمين، على أساس ان المسلمين يا جماعة هم اللي بيحكموا بلاد الشام. لكن الحقيقة الداخلية هم جايين لسرقة خيرات العالم الإسلامي. أنا بقولها لك علنا، ما حدش هيقولها لك غيري. هم جايين يا معلم عشان يسرقوا خيرات العالم الإسلامي. فهم جايين عشان يسرقوا خيرات العالم الإسلامي، بس الحجة اللي من بره احنا جايين نخلص الأراضي المقدسة المسيحية في بيت المقدس من إيد المسلمين اللي بيحكموا بيت المقدس. طيب، وفي الفترة بتاعت أوروبا دي اللي أنا برضو هقول لك عليه ومحدش هيقوله لك غيري، إن أوروبا يا جماعة في الفترة دي كانت في العصور الوسطى تعيش جزء من عصور الظلام. هتقولي إيه عصور الظلام ده؟ أقول لك هم مفككين، أوروبا مفككين، وكان عندهم كل دولة عليها إمبراطور أو عليها ملك، ولكن للأسف الملوك والأباطرة ما كانش لهم سلطة قوية أكتر من سلطة البابا. مين البابا ده؟ ده يا جماعة رئيس المسيحيين الكاثوليك اللي عايش في أوروبا. البابا هو اللي بيتحكم في الملوك والأباطرة في بلاد أوروبا، لدرجة يا جماعة إن الملك والإمبراطور بياخد الأوردر بتاعه من البابا، على أساس بقى إن شايف إن البابا ده هو رئيس المسيحيين في العالم، فبيسمعوا كلامه. يبقى إذن مدخلين الدين في السياسة، ودي نقطة خطيرة جدا 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 جدا. أنا بقول لك كلام عشان أوسع مداركك وأوسع مخك معايا.
بقول لك كلام عشان اوسع مداركك واوسع مخك معايا. فعاملين ايه يا معلم؟ فالبابا هو اللي مسيطر عليهم، مسيطر على ملوك والأباطرة في بلاد أوروبا. وده اللي حصل بقى، إن البابا اللي هو اللي كان مسؤول في الفترة دي عن المسيحيين الكاثوليك في بلاد أوروبا كان اسمه البابا أوربان الثاني. الراجل ده عمل إيه؟ قعد يسخن شعوب أوروبا المسيحيين، يسخنهم على إيه؟ إن هم يروحوا يضربوا المسلمين. قعد يسخن المسيحيين اهو، قعد يثير حماس شعوب اوروبا المسيحيين بعد يا جماعه ما الامبراطور من الاباطره البيزنطيين الرومان اتهزم في معركه من السلاجقه المسلمين، اللي انا قلت لك بقى ان السلاجقه المسلمين دول عاملين دوله اسلاميه مستقله في بلاد الشام. فالتزم الامبراطور البيزنطي في معركه مهمه جدا 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 اسمها معركه ملاسكرت او معركه منزكرت. يبقى تاني اللي حصل يا معلم، اوروبا عايزين يسرقوا العالم الاسلامي، فبدأ البابا الأوربان الثاني ينجح في تسخين المسيحيين وإثارة حماسهم ان هو يروح يعمل حملات على الشرق او على العالم الاسلامي بحجة ايه الحجة اللي قالها عشان يخليهم يسخنوا. قال لهم الحقوا الامبراطور البيزنطي اللي احنا مش عارفين اسمه ايه، الامبراطور البيزنطي لجأ ليا. مين الامبراطور ده؟ مش عارفين اسمه. لجأ ليا عشان هو اتهزم من المسلمين. فالموضوع اتاخد في حتة دينية جدا. المسلمين السلاجقة هزموا الامبراطور البيزنطي في معركة من المعارك اللي انا مش عارفة سببها ايه، او انت مش عليك تعرف سببها ايه، اسمها معركة ملاسكرت او منزكرت. المعركة دي اتهزم فيها الامبراطور البيزنطي. فليه وليه بقى المسلمين يهزموا الامبراطور البيزنطي؟ فراح البابا مسخن بقى كل شعوب اوروبا وقال لهم يلا نطلع بحملات صليبية، كده كده العالم الاسلامي العالم الاسلامي ضعيف. وقف بقى البابا في الكنيسة الكاثوليكية في روما في إيطاليا، قعد بقى يسخن المسيحيين. فبدأوا يا جماعة كل واحد يفكر يطلع معاه الطلعة دي. فجيوش أوروبا العظيمة كانت مشكلة فيها أمراء. هتقولي أمراء؟ أقول لك أمير قاعد في أوروبا عنده قصر وعنده خدم وعنده حشم. طب الراجل الأمير الغني ده اللي يطلعه يعني يطلع الطلعة ويروح يحارب في الشرق؟ أتاري الأمراء يا جماعة في بلاد أوروبا عايزين يعملوا لنفسهم بلاد مستقلة ليهم في الشرق باسمهم. فإذا في غرض سياسي. الأمراء دول طلعوا ليه؟ عايزين يعملوا نفسهم إمارات مستقلة في الشرق. خش معايا على اللي بعد كده. طبعا الغرض الديني إن البابا عايز يستولي على الأراضي المقدسة في الشرق. طب الغرض الاقتصادي قال لك النبلاء والفرسان. النبلاء دول اللي هم زي التجار الاغنياء كده، والفرسان بتوع الجيش رايحين علني كده يا معلم يحصلوا ويسرقوا خيرات الشرق عشان يشخشخوا جيوبهم بفلوس المسلمين. المسلمين يا اخوانا في الفتره دي كان معاهم فلوس بالهبل، بس للاسف كانوا ضعفة وكانوا مشتتين، واندفعت الحملات الصليبيه على العالم الاسلامي مستغله حاله الضعف اللي فيه المسلمين. فالامراء جم والنبلاء جم والفرسان جم وشويه الرهبان والبابا دخل معاهم، حتى العبيد يا جماعه. العبيد جايين الحرب دي يا جماعة علشان يتخلصوا من عبوديتهم ويتحرروا، وده سبب اجتماعي. إذا أنا بقول لحضرتك أهو أنا قادرة على هذا الكلام. السبب العلني كان ديني، رايحين نخلص العالم الإسلامي رايحين نخلص نفس الاماكن المقدسه من العالم الاسلامي وناخدها من ايد المسلمين. اما الاسباب الباطنيه كانت اسباب سياسيه واقتصاديه واجتماعيه. الامراء طالعين عشان ياخدوا امارات مستقل، والنبلاء والفرسان رايحين يسرقوا الخيرات، والعبيد رايحين اهو بيقول لك رغبه اقنان الارض اللي هو عبيد الارض من الطبقه الدنيا في الخروج من الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه. قطع هنا في اوروبا، ما انا لسه بقول لك بقى هم والله العظيم كانوا حالتهم صعبة، بس قدروا يكونوا جيش قوي يغزو به العالم الإسلامي. إذن الناس دي لها أسباب 4 أسباب. الأمراء طالعين عشان أسباب سياسية، عايزين يعملوا نفسهم إمارات ودول وبلاد في بلاد الشرق على قفا المسلمين. البابا قايل لهم أنا رايح أخد المنطقة بتاعت القدس والأراضي المقدسة من المسلمين. النبلاء والفرسان رايحين يسرقوا خيرات العالم الإسلامي سبب اقتصادي. حتى العبيد رايحين عشان خاطر عشان خاطر
يتحرروا من العبوديه الاجتماعيه اللي كانوا عايشينها في اوروبا. عشان كده بقول لك ايه، واندفعت الحملات الصليبيه على شكل موجات متتاليه. اوعى تفكر ان الصليبيين دول جم مره واحده، لا، الصليبيين جم على كذا مره على كذا مره على كذا مره، مستغلين اضطراب الاوضاع في العالم الاسلامي وتفكك القوى الاسلاميه، حيث لم يكن للخلافه الخليفه العباسي اللي قاعد في بغداد، الخليفه العباسي اللي قاعد في بغداد غير قادر على فرض سيطرته على كل العالم الاسلامي، فبالتالي في منافس له خليفه شيعي فاطمي قاعد في مصر، وما كانش فيه جيش موحد قوي تحت قيادة الخليفة يقدر يقف في وش الزحف الصليبي. إذن عشان كده يا جماعة البابا أوربان نجح في إثارة الحماس بتاع شعوب المسيحيين بعد ما اتهزم الإمبراطور البيزنطي من السلاجقة المسلمين، والنبي ما حد ينسى السلاجقة المسلمين في معركة اسمها معركة إيه؟ ملاذ كرت أو منز كرت. طيب، وزي ما قلت لك انقسم الشرق الأدنى اللي هو العالم الإسلامي وتفككت القوى الإسلامية بين الدولة الفاطمية الشيعية في القاهرة والإمارات السلجوقية في بلاد الشام، وده سهل على الصليبيين يا جماعة إنهم ما ينتصروا. عملوا كام حملة؟ 7 حملات. يا نهار اسود ومنيل، جم 7 مرات يا جدعان، جم 7 مرات، واول واحده دي نجحوا فيها يا جماعه، لان فعلا العالم الاسلامي ما حدش قدر يتصدى ليهم، وفعلا نجح الصليبيين ان هم ينتصروا على المسلمين. اولا هم جيوشهم اكتر بكتير من المسلمين، 2 ما حدش قدر يقاومهم، ما فيش حد بيقاوم الصليبيين. الصليبيين يا جماعه بيخشوا كده على طول يهزموا المسلمين بسرعه جدا جدا جدا. حتى المسلمين السلاجقه، الامراء السلاجقه في بلاد الشام اللي هم عاملين امارات اسلاميه باسم السلجوقيين او السلاجقه، دول يا جماعه اللي هم السلاجقه المسلمين على اسم السلجوق اللي عمل دوله مستقله اسلاميه، بيتخانقوا مع بعض يا جماعه، مش فاضيين يحاربوا الصليبيين. يبقى الجيش الصليبي عدده اكتر، مفيش حد بيقاوم الصليبيين. حتى السلاجقه اللي هم في بلاد الشام اللي بيتاخد منهم البلاد الاسلاميه، للاسف هم كمان بيتخانقوا مع بعض ومش قادرين يقاوموا الصليبيين. الصليبيين لما جم يا جماعه قدروا يعملوا 3 إمارات ومملكة. يا ريت تحفظ معايا بقى الأغنية. الرها شمال العراق، الرها دي شمال العراق، اكتب ورايا. أنطاكيا شمال الشام، أنطاكيا في شمال الشام. بيت المقدس مملكة. وليه عمل بيت المقدس مملكة؟ نظرا لأهميتها الدينية، أهي نظرا لأهميتها الدينية خلى القدس يا جماعة مملكة. إمارة طرابلس على البحر المتوسط، خد بالك من ضمن نتائج التعلم برضو إمارة الرها دي إمارة لا تطل على بحر، هي شمال العراق ولا تطل على البحر، يعني أنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس كلهم بيطلوا على البحر المتوسط ما عدا يا جماعة الرها. الرها في شمال العراق. وتعالى كده نرسم خريطة مع بعض، برضو الخريطة دي من عندي ليك عشان أوريك بس مكان وجود الحاجات دي. بص يا اخوانا، اهي الخريطة اهي، مصر اهي، بحر الأحمر اهو، تمام، الخليج العربي اهو، ودي نهر دجلة ونهر الفرات، يبقى دي العراق. هنا بقى لو جيت بصيت اهو، دي إمارة الرها اهي موجودة فين؟ شمال العراق، لا تطل على البحر المتوسط. نيجي بقى على البحر المتوسط، أول حاجة أنطاكيا. أنطاكيا دي في شمال سوريا دلوقتي ناحية تركيا كده، أنطاكيا، تمام. بعد كده إيه؟ بيت المقدس، دي بقت مملكة. بعد كده إمارة طرابلس. خد بالك هم عملوا 3 إمارات ومملكة، وحياة ربنا وأنا بقول لك عشان ما تتفاجئش، وأخدوا مدن كتيرة جدا جدا جدا، مش إمارة بقى، خدوا مدن كتيرة في بلاد الشام. يعني برضو عشان أنت تبقى عارف خدوا إيه يا مارينا؟ أقول لحضرتك، خدوا مثلا مدينة اسمها عكا، مدينة اسمها حيفا، مدينة اسمها أرسوف، أخدوا منطقة اسمها حصن الكرك، خدوا منطقة اسمها حصن المركب. يعني أخدوا مدن صغيرة بجانب ال3 إمارات والمملكة. الرها شمال العراق، أنطاكيا شمال الشام اهي، يبقى بلاد الشام اهي، بيت المقدس مملكة، طرابلس على البحر المتوسط وشوية مدن ساحلية وشوية مدن داخلية، كل ده أخدهم الصليبيين، كل ده أخدها مين؟ الصليبيين. وهذه مصر هي يا جماعة، مصر فيها مين؟ فيها الفاطميين الشيعة. وهنا في بغداد قاعد الخليفة العباسي لا حول له ولا قوة، راجل ضعيف. وهنا في سلاجقة، والناحية التانية في حمدانيين ومماليك. بص في مهزلة، في تشتت كبير وتفكك كبير في قوى العالم الإسلامي. ما فيش حد قدر يقول للصليبيين انتوا بتعملوا ايه؟ تلت التلاتة كام؟ طيب المهم يا جماعة، لو انا جيت كتبت كده الرها اهي، أنطاكيا
بيت المقدس ومين وكمان طرابلس. طيب يبقى انا كده عندي 4 امارات. مين بقى يا صاحبي اللي هيبتدي ان هو يواجه الصليبيين؟ مش معقول هنفضل قاعدين كده. قال لك لا، بدأ الجهاد ضد الصليبيين على يد راجل حلو جدا 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 اسمه عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي ده راجل سلجوقي، قائد عسكري سلجوقي عادي اهو، بقول لك اهو من الامراء السلاجقه اللي تبع سلجوق، وكان امير مدينه اسمها الموصل. الموصل دي في العراق. يبقى هو لما بالعقل كده الراجل ده عايش في العراق، وفي اماره في العراق اسمها اماره الايه؟ اسمها اماره الرها. يبقى عماد الدين زنكي ده لما هيروح ياخد انطاكيا وبيت المقدس وطرابلس، ولا يروح ياخد الاماره اللي في بلده؟ هيروح ياخد الاماره اللي في بلده، هيروح ياخد الايه؟ الرها. يبقى عماد الدين زنكي اخد اماره الرها. حلو، يبقى كده بقى اتفضل كام؟ اتفضل 3: اماره انطاكيا، اماره طرابلس، ومملكه بيت المقدس. طب ازاي عماد الدين زنكي هياخد اماره الرها؟ قال لك ادرك ان الوحده هي السبيل. جمله حلوه قوي، عايزاك تحط عليها علامه عشان انا هرجع لها كمان شويه. الراجل ده قال لك احنا ما ينفعش نحارب الصليبيين واحنا مشتتين. عندك حق. احنا ما ينفعش نحارب الصليبيين واحنا متفككين. يا عم عندك حق، لابد ان نبقى ايد واحده. عشان اقدر اطرد الصليبيين لازم ابقى ايد واحده. فالراجل ده راح اخد شويه مدن بقى: حلب، حماه، حمص. فاكر المدن اللي قلت لك كانوا واخدين شويه مدن غير الامارات؟ طب فين حلب وحماه وحمص؟ دول فين يا مس مارينا؟ دول في سوري. يبقى عماد الدين زنكي اخد اماره الرها، واصلا كان امير مدينه الموصل. عماد الدين زنكي اخد اماره الرها وهو كان امير مدينه الموصل. قال لك الوحده هي السبيل، قال لك الوحده هي السبيل. اضم حماوي حلب واضم كمان حمص، اضم حماوي حلب واضم كمان حمص، واضم حماوي حلب واضم كمان حمص. عشان كده استطاع ان يسترد اول اماره. يبقى اول اماره هم عملوها هي اول اماره اتخذت منهم، اللي هي اماره الايه؟ الرها. وبدا يروح على بقيه المدن الصليبيه، الا ان هو مات على ايد واحد من الخدامين بتوعه. مين يمسك بقى معايا يا جماعه بعديه؟ ابنه اسمه نور الدين محمود. ما حدش يقول لي بقى نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. هو الاسماء بتاعتهم يا جماعه زمان كانت اسماء مركبه. نور الدين محمود الراجل ده اللي تولى مهمه النضال والكفاح بعد باباه عماد الدين زنكي لما مات. الراجل ده قال لك ايه؟ قال لك انا عايز مصر. حلو، اصل مصر دي هي اللي امكانياتها البشريه والماديه هتخليني اقدر احارب الصليبيين. اصل برضه مصر يا جماعه دوله قويه. طب يمين يا عم نور الدين محمود قاعد في مصر. قال لك الفاطميين. بس تعالى بقى احكي لك حدوته خدناها الدرس اللي فات. الفاطميين يا جماعه كانوا قاعدين في مصر، ونور الدين محمود اهو راجل امير مدينه اسمها دمشق. هنا دمشق، امير مدينه دمشق. وابوه عماد الدين زنكي راجل في العراق. كان في ساعتها في الفتره دي صراع بين اتنين وزراء، وزير اسمه شاور ووزير اسمه ضرغام. ساعتها لو تفتكر الخلفاء الفاطميين كانوا ضعفة جدا جدا جدا، لدرجة ان كانوا بيعينوا 2 وزير اسمه شاور ووزير اسمه ضرغام، وكل واحد فيهم ما بيطقش التاني. شاور عمل ايه؟ شاور استنجد بنور الدين محمود، قال له تعالى يا نور الدين يا محمود اضرب لي ضرغام عشان انا عايز ابقى انا الوزير بس. طبعا ده صراع بيحصل في الدولة الفاطمية في مصر، اخدناها الدرس اللي فات، وده يدل يا اصحابي على ان مصر في الفترة دي كانت ضعيفة. تمام؟ راح ضرغام عرف ان شاور استنجد بنور الدين محمود، قال طب عليا الطلاق ب3، لا انا مستنجد بالملك عموري الملك الصليبي بتاع بيت المقدس. يخرب بيتك يا ضرغام يا خاين، يا ضرغام يا خاين. طبعا عموري ملك بيت المقدس ما صدق، قال لك بس فرصتي جت لغايه عندي، انا اتخذ مني الرها من عماد الدين زنكي، فرصتي جت لغايه عندي اروح اخد مصر واخليها تبقى اماره صليبيه واعوض نفسي. نور الدين محمود عرف الموضوع ده، ان الخناقه هتدور بينه وبين عموري ملك بيت المقدس. قال لك لا انا مش هسكت على الحوار ده خالص. هتعمل ايه يا نور يا دين يا محمود؟ قال لك هبعت جيوشي بقياده اسد الدين شريكوه وصلاح الدين الايوبي.
وفعلا يا جماعة استطاع أسد الدين شيركو وصلاح الدين الأيوبي إن هم يقتلوا عموري وينهوا على شاور وينهوا على درغام، وساعتها نور الدين محمود اللي جراله مات، فأسد الدين شيركو بقى هو الوزير، وبعد ما بقى هو الوزير مات فمسك صلاح الدين الأيوبي راح قضى على كل ده، وراح قضى على الدولة الفاطمية خالص، وأعلن قيام الدولة الأيوبية في مصر. يبقى صلاح الدين الأيوبي أنهى على ثنائية الخلافة، ما بقاش في حاجة اسمها خلافة عباسية في بغداد وخلافة فاطمية شيعة فين في مصر. قال لك ما فيش الكلام ده، هي خلافة واحدة هي الخلافة العباسية، بس أنا هعمل دولة مستقلة عن الخليفة العباسي. احنا اتكلمنا بقى عن الدول المستقلة، هيبقى اسمها الدولة الأيوبية، أبقى أقدر إن أنا ساعتها أحارب الصليبيين. فعلا يا جماعة استطاع صلاح الدين الأيوبي إن هو يقضي على الخلافة الفاطمية الشيعية ويعمل دولة لنفسه اسمها الدولة الأيوبية، ويرجع تاني مصر سنة تبع الخليفة العباسي، ويبتدي بقى إن هو يمخمخ زي ما بيقولوا كده إزاي يا مس مارينا يقضي على الصليبيين أو إزاي هيحارب ضد الصليبيين. تعالى بقى نرجع للشرح بتاعنا يا صاحبي ونشوف صلاح الدين هيعمل إيه. تعالى بينا كده. قال لك واصل صلاح الدين جهوده من أجل إقامة الدولة الأيوبية وتوحيد الجبهة الإسلامية. كلمة توحيد الجبهة الإسلامية ده لو تفتكر كلمة توحيد في حد برضو قالها، مين الراجل اللي قال أنا عايز عشان أطرد الصليبيين الوحدة هي السبيل الوحيد لطرد الصليبيين. الجملة دي شبه عماد الدين زنكي. الجملة دي شبه مين يا مس مارينا؟ شبه عماد الدين زنكي. وفعلا استطاع صلاح الدين الأيوبي ان هو ياخد مصر والشام والعراق والجزيرة العربية ويوحدهم تحت رايته هو يا جماعة. يعني الدولة الأيوبية لم تقتصر وجودها على مصر، أخد الشام، أخد الحجاز، أخد الجزيرة العربية، كل ده عشان خاطر ايه يا مس مارينا؟ عشان خاطر يطرد الصليبيين. وهيعمل مع الصليبيين دورين. الدور الأولاني هو دور الهدوء النفسي، أنا بسميه كده دور الدفاعي. أنا هدافع ليه؟ علشان أقدر أعرف قدراتهم وإمكانياتهم، عشان أما أخش أواجه أبقى أنا دارسهم كويس وعارف استراتيجياتهم. فبدأ يعمل إيه في الدور الدفاعي؟ قال لك يا جماعة بدأ يشتبك معاهم اشتباكات خفيفة، يحصل عركة صغننة كده بيجس النبض بتاع الصليبيين في معارك محدودة. الاشتباك معهم في معارك محدودة في منطقة في الشام اسمها الكرك، في منطقة في الشام اسمها الشوبك. هو بيعمل المعارك الخفيفة دي ليه؟ قال لك عشان يأمن طريق القوافل اللي رايحين من مصر للشام ويأمن طريق الحج. انت عارف في تجار بيروحوا من مصر للشام، ساعات الصليبيين بيهجموا عليهم، وفي حجاج بيروحوا من مصر للسعودية او من الشام للسعودية يحجوا. يبقى طريق القوافل التجارية وطريق الحجاج الراجل ده لازم يأمنها عشان ما حدش من الصليبيين يعتدي على لا التجار ولا يعتدي على الحجاج. فاشتبك معاهم اشتباكات خفيفة. وبعد كده رايح يعمل هدنة مع ملك بيت المقدس الصليبي بلدوين الرابع. ملك بيت المقدس اللي كان موجود في الفترة دي اللي جه بعد عموري كان اسمه الملك بلدوين الرابع، وقال له تعالى نعمل هدنة. خد بالك صلاح الدين الأيوبي ذكي، هو بيعمل هدنة مش عشان خاطر هو ضعيف، لا، عشان خاطر يعرف قدراتهم وإمكانياتهم ويبتدي ان هو يتفرغ عشان يوحد العالم الإسلامي تحت زعامته، عشان لما يخش يا صديقي يهاجم بعد كده يبقى الراجل ده قادر على ان هو يحارب حرب كويس. وفعلا بعد ما خلص الدور الدفاعي نبتدي بقى في الدور الهجومي. هو تفرغ من ان هو يوحد الجبهة الإسلامية. خد بالك من توحيد الجبهة الإسلامية، الحاجة المشتركة بين عماد الدين زنكي وبين صلاح الدين الأيوبي ان هما الاثنين كانوا بيدوروا على وحدة العالم الإسلامي، لان الغلطة اللي وقعت المسلمين ان الصليبيين يخشوا يضربوهم هي غلطة عدم وجود وحدة إسلامية. وبدأ يعبي المسلمين ويبتدي ان هو زي ما بيقولوا يستخدم كل الموارد بتاعته الطبيعية والبشرية والمادية عشان يقدر يخش معركة حطين. والمعركة دي يا جماعة هي اهم معركة. طب انت ليه يا صلاح يا دين يا ايوبي دخلت معركة حطين دي؟ قال لي بص يا مس مارين، كان عندي راجل كده مستفز اسمه أرناط رينو دي شاتيو، تاني راجل صليبي امير حصن الكرك. حصن الكرك ده منطقة في بلاد الشام. الراجل ده الامير بتاعها، ده راجل امير صليبي اسمه ايه؟ اسمه رينو دي شاتيو، في ناس بتقول عليه أرناط اهو، أرناط او رينو دي شاتيو. الراجل ده كان امير حصن الكرك تبع مملكة بيت المقدس. عارف انت مملكة بيت المقدس مملكة كبيرة فيها حصون
حصن المركب، حصن الكرك، حصون كثيرة جدا. على كل حصن يا جماعة بيكون فيها ايه؟ امير من الامراء الصليبيين، اللي انا حكيت لك قبل كده ان الامراء دول جايين عشان يعملوا امارات مستقلة ليه. الواد ده عمل ايه؟ قال لي عمل كام لقطة كده وحشين واستفزتني. قلت له طب بالراحة كده. قال لي عمل ايه؟ قال لي فاكرة الهدنة اللي انا رحت عملتها مع الملك بلدوين الرابع ملك بيت المقدس لمدة 5 سنين؟ قلت له قال لي الواد ده ايه؟ اخترق الهدنة. اخترق الهدنة ليه يا عم صلاح؟ قال لي الراجل ده عمل ايه؟ هجم على قوافل الحجاج المسلمين. قلت له اللي انت كنت بتأمنهم يا صلاح؟ قال لي ايوه انا كنت بأمنهم. هو كان مش بيأمن طريق الحجاج من مصر للسعودية ومن الشام للسعودية؟ قلت له وبعدين؟ قال لي وكمان عايز يستولى على مكة والمدينة، وانا طبعا مش هسمح بالكلام ده. ده راجل صليبي مسيح، ازاي يروح ياخد مكة اللي فيها الكعبة والمدينة اللي فيها المسجد النبوي بتاعت المسلمين؟ الواد ده مستفز. تمام. ومش بس كده كمان، ده انا قعدت قلت له هات يا ارناط الحاجات اللي انت خدتها، هات الفلوس اللي انت استوليت عليها من القوافل بتاعه الحجاج المسلمين، لان اقتري بقى الحجاج المسلمين وهم رايحين بقى يا عم السعوديه بيبقى معاهم فلوس يشتروا هدايا. خد الفلوس وما رضاش يرجعها، وما رضاش يطلق سراح الاسرى، ده كمان اخد رهين من عند المسلمين. قلت له لا 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 لا، ده الموضوع وسع قوي بقى كده من ارناط. قال لي امال ايه؟ يبقى ارناط على قول معايا. ارناط عمل ايه؟ قال لك الواد ده اخترق الهدنه اللي كان عاملها صلاح مع بلدوين الرابع ملك بيت المقدس، وهجم على قوافل الحجاج المسلمين، واستولى، كان عايز يستولى على مكه والمدينه، ومرضاش يرجع الفلوس بتاعه المسلمين لصلاح، ومرضاش يسيب الاسرى اللي هو واخدهم رهاين. فصلاح الدين الايوبي قال طب والله واقسم بعزه جلاله الله ارناط ده انا هجيبه من زماره رقبته واقتله بايدي. يا عم صلاح يهديك يرضيك. قال لك مفيش، خلاص كده هم جابوا اخرهم معايا. وراح واخد جيوشه يا اخوانا صلاح الدين الايوبي، وراح طالع على نهر اسمه نهر الاردن، استولى هناك عند نهر الاردن على بحيره اسمها طبريه. خد بالك من الحته دي. ليه بقى؟ عشان ما يخليش الجيوش الصليبيه توصل لبحيره طبريه فيعطش. ده اللي حصل. راح الصليبيين قال لك ايه ده؟ هو صلاح الدين الايوبي جايب جيوش على بحيره طبريه؟ احنا مش هنسكت. ايها الملك العظيم ريموند الثالث. ريموند الثالث ده يا جماعه راجل صليبي، طلع بجيوش الصليبيين درجن 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 درجن، ووصل عند جبل حطين. وقفهم جيش المسلمين، قال لهم بس ما انتوش واصلين لغايه ماء البحيره. وفعلا الجيش الاسلامي منع وصول الصليبيين لميه البحيره، فاشتد الظمأ بالصليبيين. خد بالك بقى هنا حته حلوه قوي، استغلال صلاح الدين الايوبي المكان الاستراتيجي للميه عشان يامن ان الجيش الاسلامي يشرب وان الصليبيين ما يشربوش. ودارت المعركه، واخذت سهام المسلمين تخترق قلب كل صليبي حاول ان هو يعتدي على بيت المقدس. اصل هما بيني وبينك كانوا ضربوا المسلمين قبل كده في بيت المقدس، وحاول ان يستولى على مكه والمدينه، لغايه اما صلاح الدين الايوبي بعد ما ضربهم راح واخد ملك بيت المقدس. مين بقى ملك بيت المقدس؟ واحد جه بعد بلدوين الرابع كان اسمه جاي لوز جان. هو اسمه كده يا جماعه، جاي لوز جان، جاي لوز جان او جاي لوز جان، هو اسمه كده. وراح اخد بقى امراء وفرسان اسرى، اخد اسرى بما فيهم الواد ارناط الرينو دي شاتيو، الواد اللي عمل حركات استفزازيه. وبعد ما اخدهم صلاح الدين الايوبي ودخلهم السجن، راح جايب الملك جاي لوز جان ملك بيت المقدس وقال له امشي. قال له ايه ده؟ انت هتعفى عني يا ست صلاح الدين الايوبي؟ قال له انا هعفي عنك، امشي. وفعلا عفى صلاح الدين الايوبي عن ملك بيت المقدس جاي لوز جان، ولكن قتل ارناط بايده. قال لك مش كان حالف ان هو هيجيب زمارة رقبته ويقتله بايده نظير ما فعله بالحجاج المسلمين، وان هو حاول يستولى على مكة والمدينة؟ ايوه. واتهزم الصليبيين يا جماعه هزيمه كبيره. وبعد ما صلاح الدين الايوبي هزمهم قال لك بس انا هطلع على الاول على المدن الساحليه الصغيره اخدها، وبعد كده اخش بيت المقدس. خد بالك هو راح المدن الساحليه الاول وبعد كده راح بيت المقدس، هو راح المدن الساحليه الاول وبعد كده راح بيت المقدس، عشان في ناس تقول لك صلاح الدين هزم الصليبيين. ايوه فين؟ في معركه حطين، وطالع بعدها على بيت المقدس؟ لا، ما طلعش بعدها على بيت المقدس. راح فين يا مارينا؟ راح عند المدن الساحلية الأول. وبعد كده يا جماعة
دخل بيت المقدس يوم 27 من رجب، واليوم ده كان الإسراء والمعراج. المسلمين زغرطوا وفرحوا وروحهم المعنوية عليت، وبقى ده ايه بقى، حسينا بقى كده يا جماعة ان اعتبارنا رجع، بقى اعتبارنا رجع كده. بقينا معانا كم من الأربعة، بقى معانا الرها اللي في شمال العراق، وبقى معانا مملكة بيت المقدس. خد بالك لسه هيتفضل أنطاكيا وطرابلس، الصليبيين عايشين فيها يا معلم، خد بالك. وأصبح الصليبيين دلوقتي بيدافعوا مش بيهاجموا زي الأول. وأظهرت هذه المعركة أهمية الوحدة بين المسلمين وقدرات صلاح الدين العسكري. الصليبيين بقى يا جماعة، صلاح الدين الأيوبي عمل لقطة حلوة قوي 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 مع الصليبيين المسيحيين في بيت المقدس. لما دخل بيت المقدس بعد ما أخذ المدن الساحلية، عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم، مرضاش يضربهم، وعفى غير القادرين والشيوخ والنساء من دفع الجزية. عارف زي مين؟ زي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس يفتتحها زمان في الترم الأولاني، اتعامل بنفس المنطق، أظهر سماحة الإسلام. ودي نقطة مهمة يا صديقي، أظهر سماحة الإسلام. طبعا الصليبيين يا اخوانا ما سكتوش، قال لك احنا هنطلع بقى بالحمله الصليبيه الثالثه، احنا مش هنسكت. هتعملوا ايه يا اخوانا؟ قال لك عايزين نرجع ايه؟ نرجع بيت المقدس تاني. فراحوا يا جماعه جابوا الحمله الصليبيه الثالثه دي، فيها 3 قاده: ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا، فيليب أغسطس ملك فرنسا، وفريدريك بارباروسا امبراطور ألمانيا. يا لهوي 3. تعال احكي لك بقى حاجة مش عليكم يعني. فريدريك بارباروسا غرق، فجيشه رجع. اتفضل مين؟ اتفضل ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا وفيليب اغسطس ملك فرنسا اتخانقوا مع بعض. طبعا انت عارف انجلترا وفرنسا ما بيحبوش بعض. فراح فيليب اغسطس واخد نفسه ومشي، وقال لريتشارد يلا روح انت بقى ايه، هات بيت المقدس لوحدك. فالموضوع في الاخر صفصف على ريتشارد قلب الاسد. ريتشارد قلب الاسد وصل يا جماعه بجيوشه لوحده، لان بقى فيليب اغسطس مشي وسابه، وفريدريك بارباروسا مات وغرق. فيا جماعة حاول يضرب صلاح يمين شمال يمين شمال، صلاح واقف ثابت ما بيتهزش. لما فشل ريتشارد قلب الأسد في الحرب ضد صلاح الدين الأيوبي، وقدرة صلاح الدين الأيوبي العسكرية كانت أقوى بكتير من ريتشارد قلب الأسد، راح ريتشارد قلب الأسد بص لصلاح كده وقال له خلاص يا صلاح، خلاص أنا مش عارف أضربك، يلا نعمل مع بعض صلح الرملة. عملوا مع بعض صلح الرملة يا جماعة بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد. صلاح الدين الأيوبي بص ريتشارد كده وقال له ماشي مفيش مشكلة، بس اوعى تفكر تاخد بيت المقدس. قال له ماشي خلاص، بس ممكن يعني المسيحيين الصليبيين يروحوا يحجوا في بيت المقدس. فراح صلاح الدين بص له كده وقال له واحنا من امتى بنمنع الصليبيين المسيحيين ان هم يروحوا يحجوا في كنيسة القيامة ويروحوا الكنائس بتاعتهم في بيت المقدس؟ وفعلا يا جماعة صلح الرملة تضمن احتفاظ المسلمين ببيت المقدس مقابل حق الصليبيين في تأدية الحج لبيت المقدس. ورجع ريتشارد قلب الأسد لبلاده، ومات صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق، ومش سايب في الخزنة بتاعته غير دينار 1 و36 درهم، لأنه صرف كل فلوسه يا اخوانا على جيوش الإسلام. هيمسك مين من بعده بقى الدولة الأيوبية؟ هيمسك من بعد خلفائه. عندنا أربعة: العادل الكامل الصالح طوران شاه. العادل ده أخو صلاح الدين الأيوبي اللي ورث ملك دولة الأيوبية. الملك الكامل ابن الملك العادل، وبعد كده الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، طوران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب. خد بالك أنا ما عنديش لصلاح الدين الأيوبي أولاد، صلاح الدين الأيوبي ما كانش عنده أولاد، فبالتالي هم مش هيمسكوا الدولة الأيوبية من بعده. اللي هيمسك أخوه عادل هيخلف ولد اسمه كامل هيخلف ولد اسمه الصالح، وصالح نجم الدين أيوب هيخلف آخر واحد في الدولة الأيوبية اسمه طوران شاه. يبقى صلاح الدين، الملك العادل، الملك الكامل، الملك الصالح، طوران شاه. 5 يا اخوان، تمام؟ كل واحد ليهم دور يا جماعة. تعالوا بقى نشوف الحملة الصليبية ال5، مش علينا الرابعة. الحملة الصليبية ال5 تبتدي جيوش الصليبيين تيجي على مصر. كل مرة بتيجي على الشام، كل مرة بتيجي على الشام. قال لك لا، احنا عشان ناخد بيت المقدس عايزين مصر دي الترسانة او المعقل بتاع العالم الاسلامي، قلعة التصدي لطموحاتنا. لو احنا عايزين ناخد بيت المقدس ونستولى على الشرق، يبقى لازم ناخد مين؟ مصر. قعدوا يدرسوا بقى الموضوع. يبقى من اول الحملة الصليبية ال5 كده يا صاحبي التركيز هيبقى على مين؟ على مصر. تمام. المهم الصليبيين
راحوا داخلين يا جماعه حصروا مدينه هنا يا اخوانا اسمها مدينه ايه؟ دمياط، اللي هي عند فرع دمياط. كان ساعتها الملك العادل موجود في الشام، وهو راجع من الشام مات، هو ما عملش حاجه، الراجل مات. مين جه مكانه؟ كامل. يبقى العادل ده عمل حاجه؟ لا، ما عملش حاجه. والعادل راجع عشان يتصدى للصليبيين اللي جم على مصر في دمياط، مات. المشكله بقى ان الملك الكامل للاسف ما كانش كامل، من وجهه نظري انا كانش كامل، كان ناقص. ليه بقى يا مس مارينا؟ الملك الكامل تساهل مع الصليبيين، تساهل جدا مع الصليبيين يا جماعه. تمام؟ وقال لهم ايه؟ ممكن بس تمشوا من دمياط وتاخدوا بيت المقدس. ايه انت بتقول ايه يا عم؟ بيقول لهم ممكن تاخدوا بيت المقدس بس تسيبوا دمياط. طبعا الصليبيين قعدوا يقلبوها في دماغهم، يقول لك لا، احنا لو خدنا بيت المقدس هيطلع المصريين يضربونا تاني، احنا هناخد مصر، واحنا لما ناخد مصر هنعرف ناخد بيت المقدس، فاحنا مش هنوافق على العرض ده. تخيل الصليبيين يرفضوا ان هم ياخدوا بيت المقدس عشان خاطر ياخدوا مصر. طبعا المصريين والمسلمين في العالم الإسلامي كانوا متنحين للي عمله الملك الكامل، والله العظيم. ازاي يا راجل يا طيب تعرض عليهم تسليم بيت المقدس مقابل الانسحاب من دمياط؟ رفضوا، وبدأوا يخشوا ايه؟ يخشوا جوه الدلتا ناحية القاهرة. المصريين قال لك، المصريين بقى نفسهم أهل البلد بقى، المصريين نفسهم أهل البلد قال لك لا، ده الملك الكامل ده بقى مش هيقف معانا كده، احنا لو ما دافعناش عن بلدنا ما حدش هيدافع عننا. راحوا عملوا حركه جدعنه من اللي قلبك يحبها. انتوا عارفين المصريين يا جماعه ولاد بلد وولاد اصول. راحوا فتحوا السدود والترع وغرقوا الارض بالميه، وراحوا عزلوا الصليبيين عن قاعدتهم في دمياط، وخدوا منهم اسرى كمان وطلعوهم. بصوا كده يا معلم ايه، من غير حاجه. المصريين راحوا ضربوا وغرقوا الاراضي بالميه. بص، عزلوهم، غرقوهم. فطبعا الصليبيين ايه، الحمله فشلت، واضطر الصليبيين ان هم ايه، يمشوا. فالملك الكامل قال لهم ماشي مشوا. طب يا عم خد عليهم قيود، خد عليهم شروط، خد عليهم اي حاجه ما تخليهمش يرجعوا تاني. قال لك لا خلاص نعمل معاهم هدنه لمده 8 سنين. يخرب بيتك يا راجل يا بجح، يا اللي كنت هتسلم بيت المقدس ببلاش مقابل الانسحاب من دمياط. لولا المصريين ولاد البلد بوظوا الحمله، يا لهوي. يبقى الحمله الصليبيه ال5 دي مالها؟ فشلت بسبب المصريين، وسمح لهم الملك الكامل ان هم يمشوا في سلام وامان. المهم الملك الكامل ده يا اخوانا كان عنده اخ اسمه المعظم عيسى. معظم عيسى ده كان قاعد في الشام، والكامل ده كان قاعد في مصر. كامل ده طماع، عايز يبقى هو ايه، ملك على مصر والشام. فكان نفسه امنيه حياته يقتل اخوه. والله العظيم الحدوته دي حقيقيه. فراح المعظم عيسى عرف ان اخوه الكامل اللي قاعد في مصر عايز يقتله، فراح استعان المعظم عيسى ملك دمشق وحلب اللي هو في الشام بالخوارزميين. دول ناس مسلمين يا جماعه اسمهم الخوارزميين، زي الدوله السلجوقيه وزي الدوله الحمدانيه. ما انا قلت لك بقى انا عندي ايه، دول اسلاميه كتيره بالهبل يا جدع يا طيب. تمام. راح الكامل اول ما عرف ان المعظم عيسى اخوه جاب الخوارزميين عشان خايف ان الكامل يقتله، راح الملك الكامل يتخيل يستعين بمين؟ يستعين بفريدريك الثاني امبراطور المانيا. يا نهار ابيض، الحدوته دي انا شفتها قبل كده فين؟ فاكر يا معلم شاور ودرغام الاثنين الوزراء اللي راحوا استعانوا بقوه خارجيه؟ شاور راح استعان بنور الدين محمود، ودرغام راح استعان بعموري ملك بيت المقدس. نفس الكلام، المعظم عيسى راح استعان بالخوارزميين، والملك الكامل راح متصل بالراجل الصليبي فريدريك الثاني امبراطور المانيا. قال له تعالى يا فريدريك الحقني واقتل اخوي. طبعا فريدريك الثاني قال لك ايه، حلوه قوي، فرصتنا بقى جت لغايه عندنا، نروح ناخد مين؟ نروح نقتل كامل ونقتل المعظم عيسى وناخد مصر وناخد بيت المقدس. خلاص بقى رسموا احلام في خيالهم، ما انا الملك الكامل اللي اداهم الفرصه. وفعلا يا جماعه جت الحمله على الشام، علشان حمله مين؟ حمله فريدريك الثاني عشان تقتل المعظم عيسى. كان بعيد عنك الكامل ده قتل اخوه فعلا، ما استناش بقى فريدريك الثاني ده ان هو يقتل اخوه، كانت قتل المعظم عيسى. وفعلا يا جماعه جاءت الحمله الى الشام بقياده فريدريك الثاني، وكانت الاوضاع قد تبدلت، لان يا جماعه المعظم عيسى للاسف مات، فبقى الكامل هو سلطان على مصر والشام بلا منازع. فالمهم ايه،
فريدريك التاني ناصح، قال له هو انت جايبني على الفاضي ولا ايه يا كامل؟ انت مش قايل لي تعالى عشان تقتل اخويا، وفي الاخر جيت لقيت اخوك ميت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ قال له طب خلاص يا فريدريك نعمل ايه؟ امشي بقى. قال له لا انا مش همشي، عايز منظري يبقى وحش قدام البابا في روما. ما انتوا عارفين بقى مين اللي بيحرك الدنيا؟ البابا، ده اللي انا قلته في الاول. انت عايز يبقى منظري وحش قدام البابا في روما؟ لا يا حبيبي، تديني حاجه مقابل مجيتي دي. قال له طب انت عايز ايه؟ فراح فريدريك التاني قال له ايه؟ قال له انا عايز بيت المقدس. ايه البجاحه دي؟ ايه البجاحه دي؟ بجحين. وقام الملك الكامل بالتفاوض مع الامبراطور فريدريك، لانه قاعد يلح عليه ان هو يحافظ على موقفه امام البابا في روما. فراح يا جماعه الملك الكامل قال له ماشي، انا مش هرجعك يا فريدريك ايدك فاضيه. يا سلام، ما ترجعوا ياخدوا ايدك فاضيه يا اخوي، ما ترجعوا ايده فاضيه. وقال له انا مش هرجعك ايدك فاضيه يا حبيبي يا فريدريك يا تاني، هعمل معاك معاهده يافا وهسلمك بيت المقدس وبيت لحم، واضيع كل اللي عمله صلاح الدين الايوبي. يا لهوي، بعد كل اللي عمله صلاح الدين الايوبي في معركه حطين، انت يا ملك يا كامل باستهتار رهيب سلمت بيت المقدس للصليبيين؟ ايوه يا جماعه. ويتفضل المسلمين المسجد الأقصى بس. طبعا المعاهدة دي أثارت غضب المسلمين عشان السلطان الكامل فرط في بيت المقدس. وللأسف يا جماعة الحملة دي نجحت، يعني الحملة الصليبية دي اللي هي الحملة الصليبية رقم 6 نجحت إن هي أخذت بيت المقدس بكل سهولة بسبب التساهل. المهم جم بقى الخوارزميين، فاكرين الخوارزميين المسلمين اللي كانوا واقفين جنب المعظم عيسى؟ تمام. الملك الكامل ده كان مات وكان مسك ابنه الصالح نجم الدين ايوب. استرد الخوارزميين والصالح نجم الدين الايوبي بيت المقدس تاني. طب الحمد لله. واحد يقول لي مس مارينا كده انطاكيا وطرابلس لسه في ايد الصليبيين؟ ايوه يا حبيبي، لسه هتفضل في ايد الصليبيين لغايه بقى ما يجوا المماليك ان شاء الله يطردوا بقى الصليبيين خالص. يعني الصليبيين دول هيفضلوا مكملين الدوله الايوبيه والدوله المملوكيه. تمام. طيب والحمد لله يا جماعة الخوارزميين مع الصالح نجم الدين أيوب، كان الصالح نجم الدين أيوب أحسن من باباه الملك الكامل، استردوا بيت المقدس. وطبعا الصليبيين مش هيسكتوا، هيبعتوا حملة المرة دي رقم 7 والأخيرة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. وصلت الحملة برضه لدمياط، والملك الصالح راجع من الشام زي جده العادل، مات برضه يا جماعة. بس المرة دي بقى انتوا عارفين الحدوتة، مراته شجرة الدر، مرات الملك الصالح أخفت خبر وفاته عشان تقدر تحافظ على الروح المعنوية للجنود، عشان ما يبقاش هم عارفين ان هم رايحين يحاربوا الصليبيين والملك بتاعهم ميت. وراحت جابت ابنه طوران شاه، قالت له تعالى قود انت الحرب مكان باباك لان باباك توفى. وفعلا يا جماعه كل الناس وقفت على رجليها لغايه اما الصليبيين جم، والمنصوره كانت ساحه حرب ساحه حرب بقياده راجل مسلم جميل اسمه بيبرس البندقداري. او حد يقول لي في الظاهر بيبرس وفي بيبرس البندقداري، الواد ده حلو قوي. هو يا جماعه اللي هزم الملك لويس التاسع وفشلت الحمله، واتخذ الملك لويس التاسع بعد عملوا معركه اسمها فارس كور بقياده طوران شاه. ورجع الملك لويس التاسع متأيد كده يا جماعه بالسيور الحديد. تمام. وعملوا صلح مع طوران شاه وتم العفو عن لويس بعد ما دفع نص الفدية. وفي الاخر طوران شاه اتقتل يا جماعه، وبسبب اضطرابات كتيره فسقطت الدوله الايوبيه في مصر والشام والحجاز. احنا قلنا الدولة الأيوبية كانت مع مصر والشام وشبه الجزيرة العربية، وهتقوم بدلها دولة المماليك اللي احنا هناخدها المرة الجاية عشان التفاصيل بتاعة الدولة الأيوبية مختلفة تماما عن دولة المماليك. واشوفكم على ألف خير وسعادة. معاكم مس مارينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.